شفت لما دخلوا عند راجل دجال بيقول انه بيعالج بالقرآن في المحلة، لقوا عنده ايه؟ شوف كده. لو سمحت، انت راجل بتقول انك شيخ بتعالج بالقرآن، صح؟ لو سمحت اسمعوني انا اللي هتكلم. انت بتقول انك بتعالج بالقرآن. قول لي اي قرآن، لحظة، اوعى، لحظة. قول لي اي قرآن هنا، لحظة. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. كامش كركوشن. الكلام اللي انت كاتبه ده ايه؟ اتكلم قدام الناس اهو. هو ده المكسر. انت كاتب الكلام يا عم، لحظة. انت كاتب الكلام ده اهو بناء على ايه؟ لحظة. انا اجيب قول لي كام؟ طب انا سيبني بس كسروا حدوش والله العظيم يا حاج عصام اللي انت عايزه هيتعمل يا عم. قول لي انت كاتب ده قدام الناس عشان تعرف ليه كاتبه، ليه وكاتب على الحمام ليه الكلام اللي انت كاتبه. للأسف في ناس كتير بتقع ضحية للدجل، والدخول ليهم من باب انه بيعالج بالقرآن، ومعظم الناس للأسف ما بتعرفش تفرق ما بين المعالج والدجال. ابعتها له.